بيبدأ المسلسل مع صني واللي بيكون مخطوف هو وصاحب فيروز وبيكونوا مش عارفين مين اللي خطفهم، وبيدخل عليهم واحد وبيوريهم ورقة فلوس وبيسألهم عن اللي عملها، وبنعرف انه صني هو اللي طبع الورقة، وبنرجع وبنشوف صني وهو بيقلد لوحات لفنانين مشهورين زي فان جوخ بأسعار قليلة، وانه بيضطر يعمل كده بسبب انه مش معروف ومفيش حد بيشتري لوحاته. وبنشوف مضهف واللي بيكون جد صني واللي بيكون رسام موهوب لكنه مش مشهور زي صني، وبيبقى مضهف عنده مجلة وبيبقى بيحب اكتر من صني وبينشر فيها مبادئه اللي هو مؤمن بيها. وبيروح صني المجلة عشان يقابل جده وبيطلب منه انه يكمل رسمته، وبيقول له انه مش عارف سبب رعشة ايده. وبعد كده بيسأل صني اذا كان قرا المقال اللي نشره، فبيقول له صني انه قراه لكنه بيكون بيكذب عليه، وبيعرف جده انه ما قراهوش، فبيقول له صني انه عارف اللي كتبه من غير ما يقراه. وبيبان على جده الحزن وبيقول لصني انه عايز المجله تنتشر وانه مستعد يعمل اي حاجه عشان المجله توصل للناس وللشباب بالاخص. وبيروح صني وبيتكلم مع فيروز اللي بيكون صديق طفولته، وبنرجع بالزمن وبنعرف انه جد صني اتبنى فيروز زمان، وان فيروز وصني كانوا بيشتغلوا في المجله من وهم اطفال وكانوا بيبيعوا الجرايد، وان المجله ما كانتش بتجيب فلوس وما كانش حد بيرضى يشتري منهم، لدرجه ان صني وفيروز كانوا بيحوشوا من فلوسهم عشان يدوها لجدهم من غير ما يعرف. وبنشوف صني وهو مهتم بالرسم وبيكون جده هو اللي بيعلمه، لكن فيروز بيهتم بالطباعه وبالمكن وبيبقى عم صني هو اللي بيعلمه وبيعرفه كل حاجه عن الطباعه. وبنرجع وبنشوفه وهو رايح يقابل حبيبته انانيا اللي بتكون اغنى منه، وبيسالها صني عن المكان اللي هتحتفل فيه في راس السنه، فبتقول له انانيا انها تخرج مع اصحابها في فندق، فبيطلب صني منها انه يخرج معاهم، لكن انانيا بترفض وبتقول له انهم هيخرجوا في مكان غالي. وبيزعل صني وبيسالها ان كانت تعتقد انه ما يقدرش يروح معاها بسبب انه فقير، فبتقول له انانيا انها ما تقصدش وبتصالحه وبتوافق انهم يخرجوا سوا. وبعد شويه بيروح صني وفيروز للفندق عشان يحجز له هو وحبيبته، وفي الطريق بيتكلم فيروز مع صني وبيقول له انها مش بتحبه، وانها لو كانت بتحبه كانت عرفته على اصحابها، وان الاغنياء كلهم بيشبهوا بعض، وانها يوم ما تفكر تتجوز هتتجوز واحد غني زيها. وبيزعل صني من كلامه فبيقول له فيروز انه بيقول له كده عشان مصلحته، وبينصحه وبيقول لصني انه ما يخلصش فلوسه مع البنات الغنيه لانهم بالشكل ده هيفلسوا. فبيقول له صني انه وعد حبيبته انه يخرجها، وبيوعدوا انهم هيرجعوا يحوشوا الفلوس اللي صرفها تاني. ولما بيدخل فيروز وصني الفندق بيعرفوا ان الحجز غالي وبيعاملهم موظف الاستقبال بطريقه وحشه، فبيتعصب صني عليه وبيتخانق معاه لانه بيتريق على فيروز صاحبه بسبب انه لابس شبشب، وبيزعق صني وبيقول انه هيشتري الفندق ده في يوم من الايام. وبيجي الامن وبيطردوهم، ولما بيخرجوا بيتعصب فيروز على صني وبيقول له انهم اتهانوا بسببه. وبالليل بتروح انانيا لحفله صني وبيبان عليها انها متضايقه من المكان، وبتقول له صني انها عدت عليه عشان تشوفه وهتمشي على طول، وبتفكره بالخروجه، فبيقول لها صني انه ما عرفش يحجز في الفندق، وبيطلب منها انها تقعد معاه ويقضوا اليوم مع بعض، لكن صحاب انانيا بيكونوا مستنيينها تحت، وبتقول لصني انها مش هتعرف تقعد معاه. وبيتكسف صني لما بيسمع تعليقات صحابه على عربيه انانيا، وبتودع انانيا صني وبتسيبه وبتمشي. وبيحاول فيروز انه يواسي صني، لكن صني بيكون حزين وبيقول انهم فقراء وانهم هيفضلوا طول عمرهم غرقانين في الديون والقروض. وفي الوقت ده بتبعت انانيا صورها لصني وهي في الحفله، وبتيجي السنه الجديده وبيحضن فيروز صني وبيقول انهم قدروا يصمدوا سنه كمان. وتاني يوم بيروح صني للمجله لكنه مش بيلاقي حد فيها، ولما بيطلع لجده بيعرف صني ان المجله هتتقفل بسبب ان راتانلال طلب بتسديد فلوسه، وبنعرف ان جد صني كان مستلف فلوس من راتانلال. وبيقول صني لجده انهم هيلاقوا حل، لكن جده بيكون محبط وبيطلب من الموظفين بتوعه انهم يكتبوا اخر مقال. وبيروح فيروز وصني عند راتانلال عشان يطلبوا منه انه ياخر ميعاد التسديد، لكن راتانلال بيكون مش موافق، فبيترجى صني وبيقول ان المجله هي كل حاجه بالنسبه لجده، وبيوعده انه هيسدد الديون. فبيتكلم اشيرواد ابن راتانلال وبيساله عن شغله، فبيقول له صني انه فنان، فبيرد عليه اشيرواد وبيقول له ان شغلته مش هتعرف تسدد الديون وانه محتاج يكون حرامي عشان يعرف يدفع الفلوس. وبيدي اشيرواد لصني مهله لمده شهر عشان يسددوا اللي عليهم. وبعدين بيحاول صني وفيروز انهم يجمعوا كل الفلوس اللي معاهم ويبيعوا اي حاجه يمتلكوها، لكن بيكتشفوا انهم مش هيكملوا حق الفلوس. وبيقترح فيروز على صني انه يكلم انيس واللي بيكون صاحب فيروز عشان يساعدهم، وبيرفض صني في الاول لكنه بيضطر انه يوافق. وبيروح فيروز لانيس وبيطلب مساعدته، وبيقترح عليه فيروز انه يروح لمانجا اللي بيكون مزور، وبيقول انيس لفيروز ان مانجا محتال لكن مع ذلك هو اللي هيقدر يساعدهم. وبعدين بيقترح فيروز على صني انه يشتغل مع مانجا، لكن صني بيرفض وبيقول لفيروز ان هم اللي هيطبعوا الفلوس. وبيتصدم فيروز وبيقولوا انهم بالشكل ده هيدخلوا السجن بدل ما ينقذوا المجله. وبيحاول صني انه يقنع فيروز وبيقولوا انهم عندهم مطبعه وانه هيرسم وفيروز يطبع. بيبان على فيروز انه اقتنع، لكن بيظهر انها مهمه صعبه بسبب تغير العمله في الهند، وانها بقت اكتر امانا وانه مش سهل حد يقلدها لكنه مش مستحيل. وبيبدا صني انه يصمم وبيحاول انه يحفظ كل تفصيله في الفلوس. وبيبدا فيروز في طباعه الورق، لكن المطبعه بتكون قديمه ومش بتستخدم غير لون واحد بس، وده اللي بيخلي المهمه اصعب، وده بيخليهم يضطروا انهم يطبعوا الفلوس 4 مرات عشان يوصلوا للون اللي محتاجينه. وبعد عمل طويل وصعب بسبب قله الامكانيات بينجح صني وفيروز في انهم يطبعوا الفلوس. وبعدين بيخرج صني وفيروز وبيستخدموا الفلوس اللي زوروها عشان يشوفوا اذا كانت هتتعرف انها مزيفه. وبيترعب فيروز لما بيعرف البائع ان في دي فلوس مزوره، وبيحاول انه يهرب لكنه بيمسكه، وبيجري عليه صني وبيحاول انه ينقذه وبيهربوا، لكن كل الموجودين في المحل بيجروا وراهم عشان يمسكوهم. وبينجح صني وفيروز في انهم يهربوا منهم، ولما بيرجعوا بيحرقوا كل الفلوس اللي طبعوها. وبيقول فيروز انها كانت
كانت فكره غبيه، لكن ساني بيكون مصر انه يطبع الفلوس. وبعدين بنشوف منصور واللي بيكون اكبر تاجر عمله في الهند، وبتبقى الشرطه بتراقبه وبتحاول انها تقبض عليه، وبينجح مايكل ضابط الشرطه في انه يقبض على منصور، وبيبان انهم يعرفوا بعض من سنين. وفي اثناء ما هم بيقبضوا عليه بيوصل مجموعه مسلحه وبتبدا تضرب نار على الشرطه عشان يهربوا منصور، وبيهرب منصور وبيحاول مايكل انه يمسكه لكنه بيفشل. وبنرجع لساني واللي بيكون اكتشف السبب اللي خلى الفلوس بتاعتهم تتعرف انها مزيفه، وبيقول لفيروز ان العيب كان في سمك الورقه، وبيحاول فيروز وساني انهم يعرفوا الورقه المناسبه، وبينجحوا في انهم يعرفوها وبيرجعوا يطبعوا الفلوس من جديد. وبيرجع ساني وفيروز لنفس المحل عشان يختبروا الفلوس اللي معاهم، وبيتصدموا لما بيعرفوا انهم نجحوا وان مفيش حد اكتشف ان الفلوس مزوره. وبنرجع اليوم لاختطاف ساني وفيروز، وبنلاقي ان منصور هو اللي خطفهم وبيسالهم عن الشخص اللي طبع الفلوس، فبيرد عليه ساني وبيقول ان هو اللي عملها، وبيطلب منصور من رجالته انهم يضربوا نار على فيروز، وبيضربوا عليه نار لكن الطلقه ما بتجيش فيه. وبنرجع لطفوله ساني وبنعرف ان والدته ماتت وهو صغير، وان والده كان حرامي وانه اتخلى عنه وسابه في القطر ومشي. وبيعيش ساني في محطات القطر وبيكون مستني والده يرجع وياخده، لحد ما في يوم بيشوف فيروز ساني وهو بيرسم في محطه القطر، وبيطلب منه انهم يشتغلوا مع بعض، وبيوافق ساني وبتتطور علاقتهم وبيبقوا صحاب. وفي يوم بيوصل جد ساني وبيلاقيه في المحطه وبيقول انه كان بيدور عليه كتير، وبيفرح ساني اول ما بيشوفه وبيطلب منه انهم ياخدوا فيروز معاهم وبيوافق جده. وبنرجع وبنشوف مايكل وهو بيروح لمركز الشرطه، وفي الوقت ده بنشوف ميجا اللي بتكون موظفه في البنك الاحتياطي وبتكون مهتمه بالتحقيق في قضيه تزييف العمله، وبتبقى مخترعه جهاز بيكشف الفلوس المزيفه من الحقيقيه وبتعرضه على رؤسائها واللي بيكونوا مش مهتمين باختراعها وبيسيبوها وبيمشوا. في الوقت ده بيكون مايكل واقف، ولما بيخرج رئيسه واللي بيكون وزير بيتكلم مايكل معاه وبيطلب منه انه يساعده في انه يجهز له فريق من كل اجهزه الدوله عشان يقدروا يقبضوا على كل تجار العمله اللي في البلد. لكن بيبان على الرئيس بتاعه انه مش مهتم بكلامه، وبيقول ان كل اللي مهتم بيه هو الانتخابات وانه مش مهتم بحاجات تانية غيرها. وبيحاول مايكل انه يتكلم لكنه بيسيبه وبيمشي. وبعدين بيروح فيروز عند انيس عشان يساعده في توزيع الفلوس، وبيساعده انيس وبيجيب له عنوان تاجر عمله، وبيروح ساني وفيروز وبيحاولوا يقنعوه، وده لانه بيكون شاكك فيهم. وبيطلع ساني فلوس مزيفه وفلوس حقيقيه، وبيطلب من التاجر انه يفرق ما بينهم. وبيتحدى ساني وبيقول له انه لو عرف يكتشف الفلوس المزيفه هيديله 100,000 روبيا. وبيتصدم فيروز من كلامه، وبعدها بيتردد ساني وبيقول للتاجر انه لو ما اكتشفش الفلوس المزيفه هو اللي هيديله 100,000 روبيا. لكن التاجر ما بيعرفش يفرق بين الفلوس الحقيقيه والمزيفه، وبيطلب من ساني انه يطبع له 20 مليون في اسبوعين، فبيوافق ساني. وفي الطريق بيتعصب فيروز على ساني وبيقولوا انهم مش معاهم فلوس كفايه عشان يطبعوا فلوس وانهم محتاجين معدات جديده، لكن ساني ما بيردش عليه. وبنرجع لمايكل اللي بيكون محبط بسبب رفض رئيسه لطلبه، وبيتصل مايكل على رئيسه لكنه ما بيردش عليه، فبيقرر مايكل انه يبعت له صور. وبنعرف ان مايكل معاه صور فاتحه لرئيسه، وبيكلمه رئيسه وبيتعصب عليه بسبب احتفاظه بالصور، وبيقولوا انه هيفصله من الشغل. فبيهددوا مايكل وبيطلب منه انه يوافق على انه يجهز له فريق يساعده الا هيفضحه. وبنشوف ساني وهو في المجله وبيكلم ياسر عمه وبيساله عن مكانات الطباعه اللي في المجله وعن عدد الورق اللي تقدر تطبعه، وبيبان على عمه انه شاكك فيه. وبيكتشف ساني ان ياسر شاف الفلوس اللي كان بيطبعها، فبيحاول ساني يقنعه باللي بيعمله وبيقول له ان ده الحل الوحيد اللي بيقدروا ينقذوا بيه المجله. لكن ياسر ما بيقتنعش بكلامه لحد ما ساني بيوريه الفلوس اللي مزورها، وبيتصدم ياسر اول ما بيشوفها بسبب انه بيبان عليها انها حقيقيه وما بيكونش مصدق انها مزوره. وبيروح ساني مع عمه الكافيه عشان يقتنع اكتر، وبيدفع ساني الحساب من الفلوس المزوره. وفي الوقت ده بيكون ياسر قاعد وبيكون مرعوب لا يتمسكه، لكن صاحب المحل ما بيكتشفش ان الفلوس مزوره وبياخدها. فبيرتاح ياسر وبيقول لساني انه محتاج مكن جديد عشان يقدر يطبع كميات كبيره. فبيروح ساني وفيروز عند راتن لال عشان يستلف منه فلوس، فبيقول له ساني انه محتاج فلوس عشان يعرف يسدد له فلوسه. لكن اشيروات بيرفض وما بيكونش فاهم طلب ساني، لكن راتن لال بيوافق وبيديله مهله شهر عشان يسدد فيها الفلوس. فبيشكره ساني وبيمشي، وبعدها بيشتري فيروز وياسر المكن الجديد وبياخدوه للمجله. وفي الوقت ده بيكون ساني مع جده في البيت واللي بيكون باين عليه انه حزين، فبيحاول ساني انه يخرجه من حزنه وبيشغل له مزيكا وبيطبخه. وبيتكلم ساني مع جده وبيساله اذا كان عمل حاجه خطيره قبل كده، فبيرد عليه جده وبيقول انه كان هيدخل السجن كتير قبل كده بسبب مقالاته. فبيقول له ساني انه كان يقصد بحاجه خطيره السرقه او التزوير، فبيشك جده فيه وبيتعصب عليه لانه بيكون خايف ان ساني يطلع زي ابوه، فبيعتذر له ساني على كلامه. وبنشوف مايكل وهو عند رئيسه وبيحاول يتكلم معاه لكن رئيسه بيهرب منه، وبيصر مايكل انه يتكلم معاه وبيهزقه رئيسه على تهديده. فبيضحك مايكل عليه وبيمثل انه ناسي اللي حصل، وبيطلب منه انه يسامحه وبيترجاه يوافق على طلبه. وفي الوقت ده بنشوف فيروز وهو بيحاول يشتري الورق اللي هيستخدموه في طباعه الفلوس، لكن بيتفاجئ لما بيعرف انهم محتاجين منه اسم وبيانات عنه. ولما بيعرف ساني بيقرر انه يسرق الورق، فبيكلم فيروز انيس عشان يساعدهم في سرقه الورق، وبيقتحموا المصنع وبيلاقوا الورق اللي عايزينه. لكن ساني بيقرر انه يسرق كمان انواع مختلفه عشان تبان انها سرقه عاديه وان محدش يشك فيهم. وبعدها بيطبع ساني الفلوس وبيبيعها لتاجر العمله اللي بيطلب منه انه يطبع له فلوس تانية. وبيقرر ساني انه يسمي نفسه الفنان. وبعدها بيروح ساني وفيروز عند راتنلال عشان يرجعوا له فلوسه، وبيتفاجئ اشرواد انهم قدروا يسددوا الفلوس. وبعدها بيروح ساني وفيروز عند جدهم وبيعرفوا انهم سددوا الفلوس ورجعوا المجله، لكن جدهم بيكون شاكك فيهم ومع ذلك بيسكت لانه بيكون خايف يكتشف الحقيقه. وبعدها بيروح ساني
ساني عشان يقابل انانيا، واللي بتتفاجئ لما بيعزمها في مطعم غالي، ولما بيقعدوا بتطلب انانيا هي الاكل وبتحاسب عليه، فبيتعصب ساني وبيقول لها انه بيقدر يدفع هو، وبعدها بتعرفه انانيا انها تتجوز من واحد غني، ومش بيرضى ساني انه يقول لها ان بقى معاه فلوس، وبيحاسب هو على الاكل، وبيقرر انه يدفع من الفلوس المزوره، وبيخرج ساني وانانيا، وفي نفس الوقت بتدخل ميجا مع واحد واللي بيكون عريس متقدم لها، لكن بيبان على انانيا انها مش مهتمه، وبتقرر انها تمشي وبتطلب الحساب، ولما بيرجع لها الباقي بتكتشف ميجا ان الفلوس مزوره، فبترجع للبنك وبتدخل الفلوس على جهاز سيتي اللي اخترعته، فبتتاكد انها مزوره، وبتقول لصاحبتها انها عرفت انها مزوره بسبب ملمسها. في الوقت ده بيتصل رئيس مايكل بيه وبيبلغه انه موافق على طلبه على شرط انه يساعده في الانتخابات، وبيفرح مايكل وبيشكره، فبيتصل مايكل بشيكار المساعد بتاعه وبيعرفه انهم بقى عندهم فريق، وبيطلب منه انه يكلم البنك ويطلب منهم جهاز سيتي. وتاني يوم بيجتمع مايكل مع الفريق الجديد بتاعه وبيشرح لهم القضيه. نعرف ان الفلوس المزيفه بتنتشر في الهند بسبب انها بتطبع في بلاد تانية زي باكستان وبنجلاديش، وبعد كده بتتهرب للهند عن طريق الحدود، وبيكون السبب في نشر الفلوس المزيفه هم الموزعين. فبيقول مايكل لفريقه انهم مهمتهم يمسكوا اللي بيوزعوا الفلوس المزوره في الهند قبل ما توصل للبنك، وبيعرف مايكل الفريق بتاعه على منصور، وبيقول لهم ان منصور هو اللي بيدير عمليات التزييف في الهند كلها، وانه بيعيش في الشرق الاوسط لكنه بيروح الهند زيارات. وبنرجع للبنك وبنشوف ميجا وهي بتحاول تقنع مديرها في الشغل انها تحقق في قضيه تزييف، فبيرفض مديرها وبيقول لها انهم مش بوليس وان شغلتهم في البنك، فبتحبط ميجا وبتقول لمديرها انهم كده بيقبضوا على الفاضي، فبيتعصب عليها وبيطردها من المكتب. وبيروح مايكل لاوضه الادله وبيطلب من الموظف انه ياخد عينه من الفلوس المزوره اللي مسكوها في قضيه منصور، وبيسال الموظف مايكل عن الوقت اللي هيرجع فيه الفلوس، فبيقول له مايكل في خلال شهرين، وبيتردد وبيقول 6 شهور. وبعدها بيروح مايكل وشيكار المساعد بتاعه لمحل تليفونات وبيشتري تليفونين وبيدفع فلوسهم من الفلوس المزوره اللي معاه، وبيخرج مايكل من المحل، فبيقول لشيكار انه اشترى التليفون لابنه اللي عنده 6 سنين، وبيقول مايكل لشيكار انه اشترى التليفون التاني ليه عشان يشيل معاه التهمه، فبيضحك شيكار وبيمشوا. وبعدين بيتصل انيس على فيروز عشان يبلغوا ان لاجدي واللي بيكون تاجر العمله اللي بيتعاملوا معاه عايزهم يطبعوا له فلوس جديده. وبعدها بيروح ساني وفيروز عشان يقابلوا لاجدي واللي بيكون جايب لهم زبون وبيبقى عضو في البرلمان، فبيقابل ساني الزبون وبيطلب منه انه يجهز له 20 مليون روبيا في مده اسبوعين، وان ساني هو اللي هيسلم له الفلوس على الحدود، فبيرفض ساني وبيقول له انه مش هيعرف يعمل كده، لكن فيروز بيدخل وبيطلب منهم فلوس زياده. ولما بيرجع ساني وفيروز بيتعصب عليهم ياسر وبيسال فيروز عن السبب اللي خلاه يوافق، لكن ساني هو اللي بيرد عليه وبيقول له انهم محتاجين يكبروا في السوق وانهم كان لازم يخاطروا، وبيقنع ساني ياسر انه يفضل معاهم ويساعدهم. فبيتكلم فيروز اللي بيبان عليه انه محبط وبيقول لهم ان الورق خلص وانهم محتاجين ورق جديد للطباعه، وبيقول لساني انه هيكلم انيس عشان يسرقوا ورق تاني، لكن ساني بيرفض وبيقول له انهم مش هيفضلوا يسرقوا على طول وانهم لازم يامنوا الورق بشكل قانوني. وبيقرر ساني انه يفتح شركه وبيروح فيروز وياسر عشان يسجلوها، وبيستخدموا اسم واحد تاني عشان يقدروا يشتروا الورق من غير ما حد يعرفهم. وبنرجع لمايكل وهو بيروح عيد ميلاد ابنه وبيظهر انه ما كانش مدعي لعيد الميلاد، وبنعرف ان مايكل بينه وبين مراته ريكا مشاكل بسبب شغله، وبيعرف مايكل ان ريكا بتحب حد جديد، فبيلاقي مايكل وبيسكر وبيقول لريكا انه محتاج ابنه معاه، فبترفض وبتتعصب عليه وبتطلب منه انه يمشي. وبنروح لميجا اللي بتعرف انه مايكل محتاج مندوب من البنك في فريقه، وبتروح للمدير بتاعها وبتطلب منه انه يرشحها، فبتروح ميجا عشان تقابل مايكل وبتحاول تقنعه انها تشتغل معاه، وبتقول له انها عايزه تخدم بلدها وتحارب التزييف. فبيطلب مايكل من شيكار انه يديها عمله مزيفه من اللي مسكوها مع منصور، واول ما بتشوفها ميجا بتعرفها على طول، فبيعجب مايكل بذكائها وبيوافق انها تكون معاهم في الفريق. ولما بتشتغل ميجا مش بتلاقي حاجه بتعملها وبتزهق، فبتقرر انها تكلم مايكل عن العمله بتاعت ساني اللي لقيتها في المطعم، وبتقول له انها طبعت في مطبعه بدائيه وانها قدرت تعرف عناوين كل المطابع اللي جنب المطعم، وبتتحمس وبتطلب من مايكل انه يفتش فيهم، فبيهديها مايكل وبيقول لها انه مهمتهم الكبيره انهم يقبضوا على منصور وانهم مش مهتمين بالمزورين الصغيرين وانهم مسيرهم هيتقبض عليهم، وبيسيبها وبيمشي. فبتحبط ميجا، لكنها لما بتشوف ختم مايكل قدامها بتقرر انها تمضي هي على الاذن بالتفتيش. وبعدها بتروح ميجا لاسم الشرطه وبتوري الضابط الاذن وبتطلب منه انه يروح معاه عشان يفتشوا المطابع، فبيتردد الضابط وبيقول له انه محتاج اذن من رئيسه، لكن ميجا بتقدر تقنعه انه يروح معاها. وفي الوقت ده بيكون ساني في المجله بيطبع الفلوس ومعاه فيروز وياسر، وبنرجع لميجا واللي بتكون فتشت كل المطابع ومش بيبقى غير مطبعه ساني، وبتوصل ميجا المطبعه، وفي اثناء ما هي بتسال الجيران عن صاحب المطبعه بيشوفها ياسر وبيترعب، وبيروح يقول لساني ان الشرطه موجوده وبيطلب منه انه يوقف المكن عن الطباعه، وبيخاف ساني وفيروز لكنهم بيرفضوا انهم يوقفوا المكن لان معاه تسليم الفلوس قريب. وبيسال ساني ياسر واللي بيكون متعصب وخايف من الوقت اللي هتستغرقه المطبعه في طبع الفلوس، فبيقول له ياسر انها تاخد 15 دقيقه، فبيطلب منه ساني انهم يطبعوا الفلوس وبعد كده يقفلوا المكن. وفي الوقت ده بيكون فيروز بيراقب الشرطه وبيشوف ميجا وهي بتتصل على حد وبيظهر انها بتتصل على ياسر، فبيرد ياسر عليها لكن ساني بيجري عليه وبيبعدوا عن صوت المكن عشان ما تشكش فيهم، وبتطلب ميجا من ياسر انه يخرج لها عشان تتكلم معاه، فبيتحجج ياسر وبيقول لها انه تعبان لكنها بتصر انه يخرج فبيوافق. ولما بيخرج بتساله ميجا عن المطبعه وبتطلب منه انه يفتحها، فبيتحجج ياسر وبيقول لها انه لازم ياخد اذن صاحب المجله عشان يقدر يفتحها. وفي الوقت ده بتسمع ميجا صوت
جاي من ناحية المطبعة، وبتروح عشان تعرف مصدر الصوت، وبتوصل في نفس الوقت اللي بيقفل فيه صاني المطبعة بعد ما بتطبع آخر فلوس. وبتسأل ميجا ياسر عن الصوت، وبتقوله إنه كان في صوت مطبعة شغالة من ثانيتين، وبتطلب ميجا من ياسر إنه يفتح الباب. وفي الوقت ده بيكون صاني وفيروز بينقلوا الورق عشان يخبوه، وبيتصدم صاني لما بيشوف فيروز وهو واقع بالفلوس وبيجري عليه عشان يلحقوا يخبوها قبل ما يتكشفوا. وبتدخل ميجا المجلة وبتفتش فيها لحد ما بتلاقي بواقي ورق قدامها، فبتروح عشان تشوفها. وبيكون صاني وفيروز مستخبين في اوضه المكتب، وبيكتشف صاني ان فيروز ما خباش الزباله اللي فيها بقيه الورق. وبيخرج صاني من اوضه المكتب وبيمسك حديده في ايده وبيمشي ورا ميجا من غير ما تحس. وقبل ما توصل ميجا للزباله بيتصل مايكل بيها وبيتعصب عليها بسبب اللي عملته، وبيطلب منها انها ترجع. فبتخاف ميجا وبتطلب من الضابط اللي معاها انهم يمشوا. وبعد ما بتمشي ميجا بيخرج فيروز وبيشوف الرساله الجديده اللي في ايد صاني، وبيتصدم وبيساله ان كان هيقتلها. فبيرتبك صاني وبيقول له انه ما كانش يعمل حاجه. في الوقت ده بيشوف صاني جده قدامه وبيتصدم اول ما بيشوفه وبيكون معاه فلوس، وبيقول لصاني انه ياخد الفلوس ويسددها. وبتكون حالته صعبه لكن فيروز بياخده عشان يرجعه بيته. وبيستغرب صاني من الحاله اللي جده فيها، وبيكون ياسر موجود وشاف اللي حصل. فبيساله صاني عن اللي جده عمله، فبيقول له ياسر ان جده بقى بينسى وان الحاله دي اتكررت قبل كده لكنه اول مره تكون حالته متدهوره بالشكل ده. وبيحاول ياسر انه يقنع صاني انهم يبطلوا بعد اللي حصل لهم، لكن صاني بيرفض وبيقول انهم هيكملوا. وبترجع ميجا لمركز الشرطه وبيتعصب مايكل عليها وبيحذرها وبيقول لها ان هي اتصرفت من وراه تاني هيطردها. وبتعتذر له ميجا وبتوعده انها مش هتكرر غلطتها تاني وبتسيبه وبتمشي. وبنرجع لصاني وفيروز وهم بيروحوا عشان يسلموا الفلوس عند الحدود، وبيكون فيروز متوتر وقلقان وبيهديه صاني. وفي الوقت ده بتوقفوا مع عربيه الشرطه عشان تفتش العربيه، وبيفتش ضابط العربيه وبيلاقي فيها ورق. واثناء ما هو بيدور بيخبط صاني، فبتفتش الشرطه وبيلاقوا ازاز ويسكي، وبيظهر ان صاني عامل خطه انه يتوه الشرطه ويبان انه بيهرب ويسكي. وبعد كده بيتفاوض مع الضابط اللي موجود، وبيطلب الضابط من صاني فلوس عشان يعدي عربيته. وبيمثل فيروز عليهم وبيقول لهم انهم يقللوا الفلوس اللي عايزينها عشان ما يشكوش فيهم. وبعد كده بيوافقوا وبيديهم صاني الفلوس وبيعدوا. وبيوصل صاني وفيروز لمكان التسليم وبيسلموا الفلوس وبياخدوا فلوسهم وبيرجعوا. وبعدها بيروح صاني وفيروز عشان يحتفلوا بنجاح عمليتهم. ولما بيرجع صاني وفيروز المجله بيتصدموا لما بيلاقوا جدهم مستنيهم، فبيعرفوا انه اكتشفهم وبيتعصب عليهم وبيزعق لهم وبيهين صاني وبيقولوا انه حرامي زي ابوه. وبعد كده بيطردهم وبيمشي صاني وفيروز وهم بيعيطوا وبيكونوا زعلانين. وبنرجع لمايكل واللي بيكون عند ريكا مراته اللي منفصل عنها عشان ياخد ابنه يقضي معاه اسبوع. وبيبان على ريكا انها مش واثقه فيه وبتتحدى انه هيرجع ابنهم بعد 4 ساعات بس. وبتجهز ريكا حاجات ابنها عشان يروح مع مايكل، واللي بتوصي انه ياخد باله كويس من ابنهم. وبيخرج مايكل وابنه وبيقرر انه ياكله من الشارع لحد ما ابنه بيعيا وبيجي له اسهال. فبيخاف مايكل وبيرجع ابنه تاني عند ريكا. وبعدها بتبعت لمايكل طلب طلاق وبيحزن اول ما بيشوفه. وبنرجع لصاني وهو بيبيع لوحاته في الشارع، وبيكون في واحده عايزه تشتري لوحه عجبتها وبتسال صاني عنها. فبيكذب صاني وبيقول لها انها لوحه لفنان مشهور، لكن في الحقيقه هو اللي بيكون راسم اللوحه. وفي الوقت ده بيتصل ياسر على صاني وبيطلب منه يقابله. ولما بيقابله بيسال صاني ياسر عن احوال جده، فبيقول له ياسر انه كويس وانه هيعتذر له وهو هيسامحه. فبيعترف له صاني وبيقول له انه مش حاسس باي ندم على اللي عمله وانه زعلان بس عشان خذل جده. وبيبان على ياسر انه مش فاهم منه حاجه، فبيقرر صاني انه يسكت. ولما بيرجع ياسر للمجله مش بيلاقي مدهف هناك، وبيسال عنه العمال لكن ما بيكونش حد عارف مكانه. فبيتصل ياسر على صاني عشان يقول له وبيتراقب صاني. ولما بيوصل للمجله بيلاقي فيروز موجود وبيخرجوا عشان يدوروا عليه. فبيروح صاني وفيروز القسم عشان يبلغوا عن اختفاء جدهم، لكن الشرطه بتكون مش مهتمه بيهم وبتتجاهلهم. فبيتضايق صاني وبيقرر انه يقتحم مكتب الضابط وبيطلب منه انهم يلاقوا جده، لكن الضابط ما بيكونش مهتم بيه وبيقولوا ان القسم فيه بلاغات كتير وان الموظفين قليلين وانهم مش هيسيبوا شغلهم ويدوروا على جده. فبيتعصب صاني وبيتخانق معاه وبيقولوا انهم مش بيشحتوا منه وانه بيطلب منهم انهم يعملوا شغلهم وانهم بياخدوا منه ضرايب عشان يخدموه. وبيحاول فيروز انه يهديه. فبيتعصب الضابط عليهم وبيأمر بحبسهم. وفي الوقت ده بيروح مايكل عند اهل مراته وبيطلب منهم انهم يقنعوا ريكا ترجع عن قرار الطلاق. بيبان ان اهل ريكا بيحبوه وانهم بيعتبروه زي ابنهم، لكنهم بيدعموا قرار ريكا وبيقولوا لمايكل انهم مش هيقدروا يعترضوا على قرار بنتهم. فبيزعل مايكل وبيحس انهم تخلوا عنه. ومن الوقت ده بيروح ياسر عشان يخرج صاني وفيروز من السجن وبيقول لهم انه لقى جدهم. ولما بيرجعوا البيت بيشوف صاني جده وبيكون باين عليه انه تعبان. ولما بيفوق بيكلم صاني وبيكون باين عليه انه ناسي اللي حصل. وبعد كده بيتكلم صاني مع فيروز وياسر وبيقول لهم انهم لازم يكشفوا على جده. ولما بيروح المستشفى بيعرف صاني ان جده عنده فقدان في الذاكره وانه محتاج عمليه جراحيه، لكن العمليه بتكون خطيره عليه بسبب سنه. وبتقول للدكتوره صاني انهم محتاجين متخصص عشان يقدر يتابع مع حاله جده. وبعدين بنشوف مايكل وهو بيهني ميجا على نجاح الجهاز اللي طورته عشان يكشف الفلوس المزيفه واللي بيكون اسمه دان راكشاك. فبتشكر ميجا مايكل وبتطلب منه انهم يكثفوا مجهودهم ويطلقوا حمله اعلانات ضد الفلوس المزيفه. وبينتشر الجهاز وبيتقبض على كل اللي معاهم فلوس مزيفه. وبعدها بيعزم مايكل فريقه بسبب نجاحهم وبيروحوا كازينو عشان يحتفلوا. وهناك بيقابل مايكل كاميلا واللي بنعرف انها صحفيه دمرت حياته قبل كده. فبيتكلم مايكل معاها وبيضايقها وبتطلب منه كاميلا انه ينسى ويسيبها في حالها. فبيتعصب عليها وبيسيبها وبيمشي. وبعدها
فبتوصل ميجا مايكل وشيكار، وبيكون مايكل نايم من كتر السكر. فبتسال ميجا شيكار عن كاميلا وعن علاقتها بمايكل، فبيحكي لها شيكار وبيقول لها ان هي اللي نشرت القصه عن مايكل وديف واللي بيكون زميل مايكل. وبنعرف ان مايكل وديف كانوا مع بعض في عمليه قبض كبيره على تجار مخدرات ومزيفين فلوس، لكن عمليتهم فشلت بسبب الفساد السياسي، وان منصور هو اللي كان ورا كل اللي حصل لهم. ونتيجه للي حصل اتخفضت رتبه مايكل وديف وتالف لهم قضيه قتل، وان رئيس مايكل هو اللي اسقط القواضي اللي عليه. وبيقول شيكار لميجا ان حياه مايكل اتدمرت بعدها، وان مراته هجرته وخدت ابنه منه. فبتساله ميجا عن ديف، فبيقول لها شيكار انه انتحر وانه بسبب كده ادمن مايكل على الكحول. وبيخرج مدهاف من المستشفى وبيرجع للمجله، ولما بيروح ساني للمجله وبيتكلم معاه بيعرف انه لسه عنده فقدان ذاكره، وبيتاثر ساني وبيحضن جده وهو بيعيط وبيعتذر له وبيطلب منه انه يسامحه، فبيقول له جده انه مسامحه. وبنرجع لمنصور وبنشوفه وهو بيتكلم مع رجالته واللي بيكونوا قلقانين بسبب الجهاز اللي بيكشف الفلوس المزيفه، وبيقولوا لمنصور ان فلوسهم بتتعفن في المخزن بسبب ان مفيش حد بيرضى يشتري منهم. فبيسالهم منصور عن الحل، فبيرد عليه واحد من رجالته وبيوري له ورقه من فلوس طبعها ساني. فبيندهش منصور اول ما بيشوفها وما بيكونش مصدق انها مزوره، وبيتصدم لما بيعديها على الجهاز وما بيقدرش الجهاز انه يكشفها. فبيسال منصور رجالته عن اللي عملها، فبيقولوا له ان واحد اسمه الفنان، وبيطلب منصور من رجالته انهم يجيبوه. فبيروح رجالته وبيخطفوا ساني وفيروز، وبنرجع ليوم الخطف. وبعدها بيطلب منصور من رجالته انهم يجيبوا له ساني، ولما بيروح له يتكلم معاه بيقنعه انه يشتغل معاه. فبيقول له ساني انه بطل شغل، وبيقول له انه كان بيعمل كده بسبب جده، وبيبان ان منصور عارف كل حاجه عن ساني. وبيقول منصور لساني انه معجب بيه وبذكائه وانه محتاجه معاه، لكن ساني بيفضل مصر على موقفه. فبيتعصب منصور عليه وبيهدده انه هيقتله هو وعيلته اذا رفض يشتغل معاه. فبيخاف ساني وبيضطر انه يوافق، وبيبدا ساني وفيروز الشغل مع منصور وبيسافروا للاردن. وبينبهر ساني وفيروز بالمكن والالات اللي عند منصور، وبيكون عنده نفس الورق اللي تستخدمه الحكومه الهنديه. وبتبقى مهمه ساني انه يصمم ورقه ال2000 روبيا واللي بتكون تصميمها صعب ومعقد. وبيحاول ساني وفيروز لحد ما بينجحوا وبيختبروها على جهاز دان راكشاك، وبتنجح في انها تعدي من عليه. وبعدها بياخد منصور ساني وفيروز عشان يعرفهم على بلال ويتو اللي بيكونوا مساعدينه وايده اليمين والمسؤولين عن توزيع الفلوس. وبيوري منصور الفلوس اللي طبعها ساني، فبينبهر بلال بيها وما بيكونش مصدق انها مزوره. وبنرجع لمايكل اللي بيعرف مكان بلال مساعد منصور، وبيطلب من الفريق بتاعه انهم يستعدوا للقبض عليه. فبيتصل مايكل برئيسه وبيطلب منه تصريح للهجوم، لكن رئيسه بيرفض وبيقول انه بيتكلم مع المخابرات بسبب انه بلال مش موجود في الهند وانه في بنجلاديش. فبيقفل مايكل معاه وبيتصل بالمخابرات وبياخد الاذن بالقبض على بلال. وفي الوقت ده بيرجع ساني وفيروز للهند، وبيتكلم ياسر مع ساني وبيقول له ان الدكتوره اللي بتتابع حاله جده طلبت انها تقابلهم. فبيخاف ساني وبيروح مع فيروز عشان يقابلها، لكنه بيعرف ان المتخصص اللي هيعمل العمليه لجد وافق انه يعملها وان فلوس العمليه اتدفعت. وبيعرف ساني اللي دفعها منصور، فبيتصل ساني على منصور وبيشكره. فبيطلب منصور منه انه ما يقلقش وانه ياخد باله من نفسه ومن جده. وبيشك ياسر في ساني لكنه ما بيقدرش يعمل حاجه. وبعدين بيدخل مدهاف العمليه وبيكون ساني وفيروز قلقانين عليه وبيحاولوا انهم يطمنوه. وبنرجع لمايكل واللي بيسافر هو وشيكار لبنجلاديش عشان يقبض على بلال. وبيقابل مايكل مرتضى واللي بيكون ضابط من بنجلاديش، وبيطلب مرتضى من مايكل ان تكون العمليه بسيطه، وبيقولوا انهم مش محتاجين فوضى. وبيطلب من مايكل انه يقبض على بلال وياخده للهند بعدها على طول. فبيوافق مايكل، وبتحاول الشرطه انها تعمل لبلال كمين، لكن بلال بيكتشفه وبيحاول انه يهرب، بس مايكل وشيكار بيلاحقوه وبيبداوا يطاردوه لحد ما بيقدروا يمسكوه وبياخدوه للهند. وبيعرف منصور ان بلال اتمسك، وبتروح له سايره واللي بتكون رئيسه على منصور، وبتدخل عليه وبتطلب انها تتكلم معاه. وبيبان على منصور انه خايف منها، وبتطلب سايره من منصور انه يشوف بديل لبلال. فبيوافق منصور وبيقول لها ان عنده بديل. فبتهدده سايره وبتقول انه في خطر وانه لازم يختار حد مضمون، وبتسيبه وبتمشي. وبنرجع لمايكل وهو بيحقق مع بلال وبيحاول يعرف منه مكان منصور، وبيقول انه مستعد يهربه ويخرجه من الهند ويسافروا لاي بلد تانية. لكن بلال بيرفض انه يتكلم وبيقول انه ما يقدرش يعمل حاجه وانه ممكن يفضحه. وفي اثناء ما بلال بيتكلم بيضربه مايكل بالنار في رجله، فبيصرخ بلال وبيشتمه. فبيساله مايكل عن الفلوس المزيفه وبيخاف بلال وبيوري له الفلوس اللي ساني طبعها. فبيتصدم مايكل اول ما بيشوفها بسبب انه بيبان عليها انها حقيقيه وما بيكونش مصدق انها مزوره. وبيرجع مايكل للمركز وبيحاول انه يعدي الفلوس على الجهاز، لكن الجهاز ما بيكتشفش ان الفلوس مزوره. وبيتكلم مع ميجا اللي بتقوله انها نفسها ما بتقدرش تميز ان كانت حقيقيه ولا مزيفه. فبيقول لها مايكل انهم لازم يوقفوا منصور قبل ما يدخل الفلوس للهند. وبنروح لساني واللي بيكون مع جده في المستشفى بعد نجاح العمليه. وبيتصدم ساني اول ما بيشوف منصور، ولكنه بيقدمه لجده وبيقولوا نشركه في الشغل. يسلم منصور على جد ساني وبيتكلم معاه وبيمثل انه عارفه وانه اشترى لوحه من لوحاته قبل كده. وبيخرج منصور مع ساني عشان يتكلم معاه. فبيقولوا منصور انه جاله الهند مخصوص عشان يطمن عليه، لكن بيظهر على ساني انه مش مصدقه وبيساله عن السبب اللي عايزه فيه. فبيعجب منصور بذكائه وبيقول له ان بلال اتقبض عليه وبيطلب منه انه يكون بداله. فبيوافق ساني وبيساله عن المطلوب. فبيطلب منصور منه انه يراقب مايكل والفريق بتاعه وانه يعرف كل تحركاتهم. فبيوافق ساني، ولما بيرجع المجله بيقابل فيروز وبيحكي له. وفي الوقت ده بيدخل عليهم ياسر وبيتكلم مع ساني وبيحذره من منصور وبيقول له انه باين عليه انه خطر وبيحاول يقنعه انه يبعد عنهم. فبيرد عليه ساني وبيقول له انه منصور ساعدهم في عمليه جده، لكن ياسر ما
بيكونش مقتنع، وبيقول انه هيبقى مجرم لو كمل تزوير الفلوس. فبيتعصب ساني وبيقول انه حرامي زي ابوه وانه عارف نفسه كويس، وبيقول ياسر انه جبان وان ما كانش عايز يكمل شغل معاه يسيبه ويمشي. وبيحاول فيروز انه يهديه لكنه مش بيسمع كلامه، فبيتاثر ياسر بكلامه وبيحزن وبيقول انه مش هيكمل معاه وانه بقى مزيف زي الفلوس اللي بيزورها، وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيزعق له فيروز بسبب انه جرح ياسر، وبيقول له انهم بالشكل ده هيبعدوا كل اللي بيحبوهم عنهم. لكن ساني ما بيهتمش بكلامه وبيكمل المهمه بتاعته. وبعدها بشويه بيروح للكافيه اللي فيه ميجا وبيحاول انه يفتح معاه كلام، وبتبدا ميجا انها تتكلم مع ساني وبيتعرفوا على بعض لحد ما بيجي الميجا مكالمه، وبيعرف ساني انها محتاجه سكن جديد. فبيستغل ساني الفرصه وبيقترح عليها انه يجيب لها سكن، وبيطلب منها رقمها عشان يبقى يكلمها، وبتوافق ميجا وتديله رقمها. وفي الوقت ده بيروح مايكل المستشفى لبلال وبيطلب منه انه يحكي له كل حاجه عن فلوس منصور الجديده مقابل انه يخرجه من السجن. فبيحكي له بلال عن ساني وبيقول له انه كل اللي يعرفه عنه ان اسمه الفنان، وان هو اللي طبع الفلوس الجديده ويعتبر اقرب واحد لمنصور في الوقت الحالي. فبيطلب مايكل من بلال انه يديه رقم واحد من رجاله منصور هو واثق فيه عشان يتعاون معاه ويكون جاسوس ليه. وبيتردد بلال لحد ما بيهدده مايكل، فبيوافق بلال وبيطلب منه انه يحميه. وبيجيب ساني شقه لميجا وبتروح معاه عشان تشوفها، فبتعجب ميجا بالشقه. وفي الوقت اللي هي بتتفرج فيه على شقه بيطلب ساني منها تليفونها عشان يعمل مكالمه، لكنه بيكون عايزه عشان يحط فيه برنامج عشان يعرف يتنصت عليها. وبيكون ساني واقف في البلكونه ومستني البرنامج يحمل. في الوقت ده بتروح ميجا لساني عشان تاخد التليفون في نفس اللحظه اللي البرنامج بيخلص تحميل. فبيرتاح ساني وبعدها بينزلوا من الشقه وبتشكره ميجا، وبيطلب ساني منها انهم يتقابلوا في الكافيه بعد كده، وبيودعها وبيمشي. وقبل ما ساني يمشي بتناديله ميجا وبتعزمه على الغدا يوم السبت، وبيبان عليها انها معجبه بيه. فبيوافق ساني وبيروح ساني لمنصور وبيعرفه انه بقى عنده مخبر وانه بقى يقدر يعرف تحركات الشرطه. فبيندهش منصور من سرعته وذكائه وبيطلب من ساني انه ينقل الفلوس للهند. فبيطلب ساني منه نسبه 30%، لكن منصور بيرفض وبيبقى شايفهم كتير، وبيوافق على انه يدي ساني 15% من العمليه. فبيوافق ساني. وفي الوقت ده بيروح مايكل عشان يقابل بلال وبيطلب منه انه يحل شفره الكلام اللي في التسجيلات اللي معاه. فبيقول له بلال على اللي بيقولوه، نعرف ان رجاله منصور مش هيقدروا يستخدموا طريق باكستان والبنجلاديش وانهم هيستخدموا طريق بورما. فبيسالوا مايكل عن المبلغ اللي هيهربوه، فبيقول له بلال انهم هيهربوا 120 مليار روبيا. فبيتصدم مايكل لما بيسمع المبلغ. وبعدها بتروح ميجا عشان تقابل ساني وبتكون مبسوطه وبيقرروا يطلبوا اكل. وفي اثناء ما هم بيتكلموا بتدخل عليهم انانيا حبيبه ساني السابقه، وبيكون باين على انانيا انها غيرانه وبيتضايق ساني من وجودها، لكنها بتقرر تقعد وتتكلم مع ميجا وبتقول لها ان هي وساني كانوا متعودين انهم يجوا المطعم ده. وبتعرف ميجا انها غيرانه فبتقرر تمثل انها حبيبه ساني، وبتضايق انانيا لما بتعرف وبتسيبهم وبتمشي. فبيعتذر ساني عن ميجا واللي بتطلب منه انه يحكي لها قصتهم، فبيقول لها ساني انه هيحكي لها بعدين. وفي الوقت ده بيجي لميجا رساله من مايكل وبيطلب منها انها تحضر اجتماع طارئ، وبيشوف ساني الرساله على تليفونه بسبب البرنامج اللي حاطه في تليفونها. وبيجتمع مايكل مع فريقه وبيحكي لهم عن عمليه منصور وبيطلب منهم انهم يامنوا الحدود من ناحيه بورما. وفي الوقت ده بيكون ساني مع رجاله منصور بيحاولوا يلاقوا طريق عشان يهربوا الفلوس منه. فبيقترح ساني انهم يعدوا من طريق نيبال، لكن بلال بيعرف مايكل عليه وبيقول لهم انهم بيراقبوا كل طرق نيبال. وفي نفس الوقت بيعرف ساني من رسائل ميجا انهم عرفوا خطتهم وبيحاول انه يلاقي مسار تاني، لكن مايكل بيكتشفه فبيلغيه ساني. ولما بيعرف مايكل بيشك ان فريقه متراقب فبيطلب منهم موبايلاتهم، ولما بيفتشها مش بيلاقي حاجه. وفي الوقت ده بيعرف ساني ان في خاين وسطهم وبيقول لمنصور، فبيقرر منصور انه يلهي الحكومه وبيبدا انه يبعت فلوس مزوره قديمه من اللي كانت عنده في المخزن على كل حدود الهند. وبيروح مايكل عشان يشوف الفلوس لكنه بيشك ان في حاجه غلط، وبتكتشف ميجا ان الفلوس اللي لقوها هي فلوس مزوره قديمه. وبتروح لمايكل وبتعرفه، وبيعرف مايكل انه اتخدع وبيتصل برئيسه وبيحكي له على اللي حصل، وبيطلب منه انه ما يطلعش في الاعلام ويتكلم عن الفلوس اللي مسكوها. لكن رئيسه بيرفض وبيقول انه هيستغل الفرصه عشان الانتخابات وهيطلع يتكلم. وبيحبط مايكل وبيروح مطعم، لكنه بيتفاجئ لما بيشوف في التلفزيون خبر وجود سفينه على شاطئ مومباي. وبنرجع بالزمن وبنشوف منصور وهو بيقول لساني على خطتهم وبيعرفوا على طريق جديد ما استخدموش قبل كده، وبيقولوا ان الاسرائيليين كانوا بيهربوا الاسلحه من عليه. وبيروح ساني لمدينه الانج وبيطلب من مسؤول المينا اللي هناك انه يوفر له سفينه تنقل بضاعته من الانج للهند. فبيقولوا المسؤول على سفينه قديمه وبيقول له انها تخرج من عمان على الانج وبعدها توصل للهند في خلال 3 ايام. فبيروح ساني وفيروز لعمان وبيتفقوا مع تال وسيفيتلانا اصحاب السفينه انهم يشتروها منهم. فبيشك تال فيهم وبيرفض، لكن سيفيتلانا بتقنعه وبتستغل الموقف وبتطلب منهم مبلغ كبير وبيوافق ساني. وبتخرج السفينه من عمان وبيكون فيروز وساني عليها، لكن ساني بيكون دايخ وتعبان من ركوب السفينه فبتديله سيفيتلانا حبايه عشان تريحه. وبيكتشف ساني انها مخدرات فبيدوخ ساني وبينام. ولما بيفوق بيتصل عليه واحد من رجالتهم بيبلغوا ان الشرطه موجوده في المينا اللي هينزلوا فيها. وبيتصدم ساني اول ما بيسمع الخبر وبيروح لتالو وبيطلب منه انه يغير مساره وهيرجع تاني لعمان. فبيرفض تالو وبيقولوا انهم مش هيقدروا يرجعوا بسبب ان البنزين اللي معاهم قليل. فبيقولوا ساني انهم لو وصلوا للمينا هيتقبض عليهم وانهم لازم يلاقوا حل. فبيقترح عليه تالو انهم ينزلوا في مومباي، وبيقول لساني انهم هيرموا البضاعه بتاعتهم في الميه قرب الشاطئ وهيسيبوا معاها جهاز تتبع عشان يعرفوا مكانها. وبيبدا ساني وفيروز انهم ينزلوا الفلوس في الميه ويسيبوا كلهم السفينه وبيركبوا مراكب صغيره، وبتمشي السفينه لحد ما بتوصل
بتوصل شاطئ مومباي وبيستغرب الناس من وجودها اول ما بيشوفوها. وبنرجع لمايكل وهو بيكلم شيكار اول ما بيشوف الخبر في التلفزيون وبيطلب منه انهم يروحوا يفتشوها، ولما بيوصلوا بيعرفوا ان السفينه فاضيه وانها مجرد خرده، فبيحبط مايكل وبيمشي. ولما بيجي الليل بيروح ساني وفيروز عشان يخرجوا الفلوس من البحر، وبينجحوا في انهم يدخلوها البلد وبياخدوها للمخازن. وبنشوف ساني وفيروز هم قاعدين على الفلوس وبيضحكوا وبيكونوا فرحانين بسبب نجاح العمليه. وبعدها بنشوف ساني وفيروز هم بيفتحوا شركتهم وبيشتروا بيت جديد. وبنرجع لمايكل وهو بيزور رئيسه في الشغل وبيتكلم معاه عن اللي حصل في العمليه، وبيقول له ان منصور قدر يدخل 120 مليار روبيا للبلد. فبيتصدم رئيسه من المبلغ. وبعدها بيقول له مايكل ان مفيش داعي انهم يقلقوا بسبب ان الاجهزه بتاعتهم هتكتشف الفلوس المزوره، وبتكون ميجا موجوده معاهم. وبتقول للوزير ان الفلوس المزيفه نوعها فاخر وما بتقدرش الاجهزه انها تكشفها، وبتقول انهم ما يقدروش يميزوا بين الفلوس الحقيقيه والمزيفه من النوع الفاخر اللي بحرقها. وبعدين بيتكلم الوزير مع مايكل وبيتعصب عليه بسبب ان ميجا احرجته، فبيطلب منه مايكل انه ما يطلعش في الاعلام ويعلن انهم نجحوا في السيطره على تجاره العمله وانهم محتاجين يقبضوا على منصور الاول. فبيتعصب عليه الوزير وبيقول له ان الانتخابات قربت وانه محتاج دعايه ليه، وبيطلب منه يمسك الجاني وبيحذره وبيقول له انها فرصته الاخيره وان هو لو فشل هيسحب فريقه منه. وبيرجع ساني لبيته عشان يزور جده، واللي بيكون مبسوط بسبب ان ساني عمل موقع باسم المجله على الانترنت، وبيقول له ساني انه حقق له حلمه وانه يقدر يوصل للشباب. وبيبان ان جده لسه ناسي اللي ساني عمله. وبعدها بيقعد ساني مع جده وبيرسموا بعض، وبيكون ساني مبسوط بسبب ان علاقتهم رجعت اتحسنت تاني. وبيتكلم ساني مع فيروز وبيقول له ان هو مبسوط انه رجع البيت. وفي الوقت ده بيدخل ياسر عليهم وبيطلب فيروز من ساني انه ما يتكلمش ولا يرد على ياسر. ولما بيدخل ياسر عليهم بيسلم ساني عليه وبيساله عن حاله، لكن ياسر بيكون زعلان وبيحاول يقنع ساني انه يرجع ويسيب تجاره العمله، وبيقول انه خايف لا يبقوا مجرمين، لكن ساني ما بيكونش مقتنع بكلامه. وبعد ما بيمشي كلم ساني مع فيروز. وفي الوقت ده بيجي لساني رساله من ميجا، فبيعرف فيروز اللي في الرساله بسبب برنامج التنصت اللي معاه، وبيسال ساني عن السبب اللي بيخليه لسه بيكلم ميجا. فبيطلب منه ساني انه ما يقراش رسائله الشخصيه، لكن فيروز بيبقى عارف ان ساني معجب بميجا وبيحذره انه يكمل في العلاقه، لكن ساني بيسيبه وبيمشي. وبعدها بيتصل على ميجا وبيتفق معاه انه يقابلها. وبعدين بنشوف مايكل هو في المحكمه بسبب قضيه حضانه ابنه، وبيكون موقفه ضعيف بسبب اهماله واسرافه في الشرب. وبيحاول مايكل انه ينكر، لكن محاميه ريكا بتقدر تثبت ان كلامه غلط. وبيحاول مايكل انه يخلي المحامي يتكلم، لكن المحامي بتاعه ما كانش مجهز للقضيه وما بيكونش عارف يقول حاجه. وبعد ما بيخرجوا من المحكمه بيحاول مايكل انه يتكلم مع ريكا، لكن المحاميه بتاعتها بتمنعه. فبيتعصب مايكل على المحاميه وبتتخانق ريكا معاه وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده بيروح ساني عند بيت ميجا وبيكون جايب لها هديه بمناسبه سكنها الجديد. وبتفرح ميجا لما بتشوف الهديه، واللي بتكون عباره عن لوحه رسمها ساني وهو عنده 11 سنه، وبتكون اول لوحه اصليه يرسمها. ولما بيقعدوا بيلاقي ساني عملات في بيت ميجا، فبيسالها عنها وبيعرف ان جمع العملات هي هوايتها المفضله. وبتفرجوا ميجا على افضل عملات عندها واللي بتكون عملات مزيفه. وبيتفاجئ ساني لما بيلاقي العمله بتاعته عندها، وبتقول له ميجا انها عمله بدائيه لكنها مميزه. تقول لي ساني ان مهما كان الفنان متميز بيكون مصيره السجن وانها مساله وقت وبيتكشفوا. فبيرتبك ساني وبيطلب منها انهم يخرجوا ياكلوا بره، فبتوافق. ولما بيخرجوا بياكلوا وبيتصوروا وبيبان عليهم انهم مبسوطين. وبيرجع ساني مع ميجا البيت. وتاني يوم لما بيصحى ساني بيكون مبسوط وبياخد تليفون ميجا وبيشيل برنامج التنصت من عليه. في اثناء ما هو بيمسح البرنامج بتفوق ميجا وبتساله ان كان بيراقبها، فبيقول لها ساني انه كان بيتفرج على صورهم وان شكلهم حلو وهما مع بعض، وبيطلب منها انها تبعت له الصور. وفي الوقت اللي ميجا بتاخد فيه التليفون بيكون البرنامج اتمسح. وبعد ما بتفوق بتشوف ميجا عمله ساني اللي على الترابيزه، ولما بتشوفها بتكتشف فيها حاجه جديده. وبتروح لمايكل وبتقول له انها اكتشفت انه اللي زور الفلوس البدائيه هو نفس الشخص اللي عمل الفلوس الفاخره. وبتوري لمايكل توقيع بحرف الاس على العملتين. وبتقول ميجا لمايكل انها لما بحثت عرفت ان اسمه الفنان، وعرفت ان هو اتعامل مع عضو برلمان اسمه دوشي. وبتقول له انه كان معاه 200 مليون روبيا من الفلوس المزوره بدائيه الصنع. فبيتصدم شيكار من المبلغ وبيقول لها انها مبالغ كبيره بالنسبه لمزيف صغير. وبعدها بيروح مايكل عند دوشي وبيتكلم معاه وبيطلب منه انه يعرفه على الفنان مقابل انه يساعده في حل القضايا اللي عليه. لكن دوشي بيشك في مايكل وبيطلب منه ضمان، فبيوعده مايكل انه هيساعده، لكن دوشي بيرفض وبيطلب ضمان حقيقي. فبيفكر مايكل انه يكلم رئيسه لان هو الوحيد اللي هيقدر يساعده في قضيه دوشي، لكن رئيسه ما بيردش عليه. في الوقت ده بيكون ساني في المخزن وبيواجه مشكله توزيع الفلوس المزوره في السوق، وبيبقى اول مره تدخل كميه كبيره من الفلوس المزوره للهند. وبيحاول ساني انه يلاقي حل. وفي الوقت ده بيتصل منصور على ساني وبيقول له انه نسبه قليله من الفلوس هي اللي اتوزعت، وبيطلب منه انه يتصرف بسرعه. فبيطلب ساني منه انه يديله مهله، فبيتعصب منصور عليه وبيقول انه بيكره الصبر وبيقفل التليفون. وبنرجع لمايكل وهو بيحاول يلاقي حل عشان يوصل لرئيسه لكنه مش بيرد عليه. فبيفكر مايكل في حل، وبعدها بيروح لكاميلا الصحفيه وبيقنعها انه بيفتح معاها صفحه جديده. فبتوافق كاميلا، فبيقول لها مايكل ان عنده ليها سبق صحفي كبير. فبتتحمس كاميلا، فبيسالها مايكل ان كانت تعرف العمله الفاخره. وبعدها بينتشر في الاعلام خبر دخول اكبر صفقه فلوس مزوره للهند. وبنعرف ان مايكل بيعمل كل ده عشان يهدد الوزير ويساعده في القبض على منصور. وبعدها بيروح مايكل عند الوزير وبيطلب منه انه يساعده في انه يقبض على الفنان. وبيخلي مايكل الوزير يتصل على دوشي ويقول له انه هيسقط كل القضايا اللي عليه. فبيوافق دوشي
بيرضوش انه يساعد مايكل، وبعدها بيتصل على تاجر العمله اللي بيتعامل معاه وبيطلب منه انه يوصله للفنان، فبيوافق التاجر وبيكلم فيروز. وفي الوقت ده بيكون ساني بيتغدى مع ميجا في البيت وبيطلب منها انها تسيب تليفونها وهم بياكلوا. وفي الوقت ده بيتصل فيروز على ساني، لكن ساني مش بيرد عليه، فبيفضل فيروز يرن لحد ما بيرد ساني، فبيقول فيروز لساني ان دوشي عايز يكلمهم، فبيوافق ساني انه يكلمه. وفي الوقت ده بيكون مايكل مع دوشي وبيعرفوا الكلام اللي هيقوله لساني، فبيتكلم دوشي مع فيروز وبيكون ساني معاهم على نفس الخط، فبيطلب دوشي منهم فلوس مزوره وبيأكد عليهم انهم اللي يسلموا الفلوس بنفسهم، لكن ساني بيرفض وبيقول لفيروز انها مخاطره كبيره، فبيقول له دوشي انهم لو رفضوا هيلغي العمليه، فبيضطر ساني انه يوافق عشان يوزع الفلوس اللي في المخزن، خصوصا ان دوشي محتاج مبلغ كبير. وبيفرح فيروز وبيكون متحمس، لكن ساني بيكون قلقان وبيحس بخطر. وفي الوقت ده بتروح سايره عند منصور وبتهدده وبتقول له انهم هيقتلوه لو هو ما وزعش الفلوس اللي في المخزن، فبيخاف منصور. وبنشوف مايكل وهو بيشرح القضيه لفريقه، وبعدها بتطلب ميجا من مايكل انها تكون معاه وقت التسليم، لكن مايكل بيرفض وبيقول لها انها عمليات خطيره، فبتحاول ميجا انها تقنعه وبتقول له انها تقدر تاخد بالها من نفسها وانها محتاجه تكون معاهم، فبيوافق مايكل. وبعدها بشويه بتروح ريكا لبيت مايكل، ولما بتدخل بيطلب منها انها تقعد جنبه، لكنها بترفض وبتقعد بعيد. وبتتكلم ريكا وبتطلب من مايكل انه يطلقها وانهم يوقفوا كل القضايا اللي بينهم عشان خاطر ابنهم، فبيقول لها مايكل انه بيحبها وانها وعدته انها تفضل معاه على طول وانها اتغيرت، فبتقول له ريكا انها ما اتغيرتش وان هو اللي اتغير وانهم ما عادوش ينفعوا يكملوا مع بعض، وبتترجى انهم يتطلقوا، فبيحزن مايكل وما بيكونش عارف يتكلم. وفي الوقت ده بيكون منصور مع ساني وبيشوف كميه الفلوس الكبيره اللي موجوده في المخزن، وبيجي له الحارس بتاعه بيقول له انهم اكتشفوا الخان اللي بينهم، فبيقتلوا منصور قدام ساني وفيروز اللي بيكونوا مرعوبين. وبعدها بيطلب منصور انهم لازم يتصرفوا ويوزعوا الفلوس بسرعه، فبيوافق ساني وهو خايف. ولما بيمشي بيطلب من فيروز انه ما يبصش على القتيل وبياخده وبيمشي. وبعدها بيبدا ساني وفيروز انهم يجهزوا للعمليه، وبيتكلم فيروز مع ساني وبيسالوا عن ميجا وبيقولوا انه ما عادش بيشوف رسائلهم، فبيتعصب ساني عليه عشان بيراقب. وبيعرف فيروز ان ساني مسح برنامج التنصت من على تليفون ميجا وبيتعصب عليه وبيقول انه كده هيضيعهم، فبيتضايق ساني وبيسيبه وبيروح عند جده. وهناك بيطلب ساني من جده انه يحكي له عن والدته، فبيقول له ساني انها كانت ذكيه وطموحه زيه، وساعتها بيفتكر ساني والدته وهي بتاكله. وفي الوقت ده بيدخل ياسر عليهم وبيحاول ساني انه يتكلم معاه لكنه مش بيرد عليه، وبيشك جده ان في حاجه ما بينهم، فبيقول له ساني اللي بينه وبين ياسر اختلاف في وجهات النظر، لكن ياسر ما بيردش وبيمشي بعدها. ولما بيمشي بيتكلم مدهف وبيقول له ساني انه بيحلم بكوابيس، واللي بتكون عباره عن ان ساني بيعمل حاجه غلط وهو بيمسكه، فبيرتبك ساني وبيقول لجده انها مجرد احلام. وبعد كده بنشوف مايكل وهو بيجهز فريقه للاستعداد للعمليه، وبيروح ساني وفيروز لمكان التسليم واللي بيكون في مول، وبيسبق ساني عشان يفتش المكان، وبيكون فيروز وراه ومعاه الفلوس، وبيطلب ساني انه يفضل موجود في الجراج وانه يكون معاه على الخط وياخد باله من الفلوس. وبيطلع ساني للدور السادس واللي بيكون مكان التسليم، وبيقف بعربيته بعيد. وفي الوقت ده بتوصل ميجا للمول وبتروح لمايكل وبيطلب منها انها تستعد، وبتكون مهمه ميجا ان هي اللي تستلم الفلوس. وبيكون مايكل في اوضه المراقبه بيراقب كل اللي بيحصل، وبتخرج ميجا وبتركب العربيه وبتستنى ساني. ولما بتوصل بيكلموا ساني وبيقولوا له انهم مستنيين، وبعدها بيشوف ساني عربيه ميجا من بعيد لكنه ما بيكونش شايف اللي فيها كويس، وبيقرر ساني انه يقف ويراقبهم، لكن ميجا بتقلق وبتطلب من مايكل انها تنزل من العربيه وتعرف اللي بيحصل، بس شيكار بيرفض وبيكون خايف عليها. وفي اثناء ما هم بيتكلموا بتنزل ميجا من العربيه وبتشوف عربيه ساني قدامها لكنها ما بتكونش عارفه تشوفه كويس، وبيتصدم ساني اول ما بيشوفها وبيعرف انه فخ، وبيرجع بعربيته وبيهرب. وبيعرف مايكل ان هو، وبعدها بيخرج هو وفريقه وبيطاردوه، وبيجري ساني بالعربيه لحد ما بيوصل عند فيروز وبيقولوا على اللي حصل، وبيخبوا الفلوس في العربيه لحد ما بيوصل مايكل للدور اللي هم فيه وبيدور عليهم. وساعتها بيخرج ساني وفيروز بعربيه خاصه بشركه تنظيف وبيمثلوا انهم موظفين في الشركه، فبيطلب مايكل منهم بطاقتهم فبيديها له ساني وبعدها بيمشيهم. وفي الوقت ده بتجيله مكالمه من واحد من فريقه بيقول له انه لقى عربيه ساني لكنها فاضيه، وفجاه بيوقف مايكل عربيه ساني لكن ساني بيخبطه بالعربيه وبيهرب، وبياخد مايكل فريقه وبيجري وراه وبيطلب من الشرطه انها تقبض عليهم، وبيبقى في زحمه وبتقف العربيات، فبيقرر البوليس انهم ينزلوا من العربيات ويروحوا عشان يقبضوا على ساني. وبيشوفهم فيروز وهم بيقربوا منهم وبيكون مرعوب وبيطلب من ساني انهم يسلموا نفسهم. وفي الوقت ده العربيات بتتحرك وبيقدر ساني انه يركب، لكن بيكون في مشكله في سرعه العربيه اللي بيكونوا راكبينها، وبتقرب الشرطه انها تلحقهم وتقبض عليهم. فبيفكر ساني وبيطلب من فيروز انه يرمي فلوس من العربيه، وبيرمي فيروز الفلوس وبتتجمع الناس في الشارع عشان ياخدوها، وبيوقفوا الطريق وبتحاول الشرطه انها تبعد الناس لكنها بتفشل. وفي الوقت ده بيقلع ساني وفيروز هدومهم وبيخرجوا من العربيه وبيقفوا وسط الناس، وبعدها بيهربوا، وبيفشل مايكل انه يقبض عليهم. تظهر الحادثه على قنوات الاخبار على التلفزيون، وبيتكلم الاعلام عن العمله الخارقه وبيقولوا انها بتهدد اقتصاد الدوله. وبيحاول مايكل انه يشوف ساني في كاميرات المراقبه، وبيطلب من شيكار رسام عشان يقول له على اوصاف ساني. وبنشوف الوزير وهو بيتصل على مايكل وبيتعصب عليه، فبيحاول مايكل انه يهديه وبيترجى انه يساعده وبيقول انه محتاج فرصه اخيره، فبيوافق الوزير وبيساله عن خطته، فبيقول له مايكل انهم محتاجين يشهروا بمنصور، وده بسبب ان اكبر انجاز ليه اختفاء هويته. وبيطلب مايكل من الوزير انه يتواصل مع الشرطه بتاعه الشرق الاوسط عشان يساعدوه في القبض عليه. وبعدها بيشوف منصور كل صوره موجوده في الاخبار، فبيرتبك وبيتصل على جمال واللي بيكون واحد من رجالته، وبيطلب منه انه يلاقي ساني قبل
ما الشرطه تمسكه. وبنرجع لصني وبنشوفه هو متخفي وبيدخل البيت اللي بيكون مستخبي فيه هو وفيروز، واول ما بيدخل بيتكلم مع فيروز وبيقول له انه اشترى اكل، لكن فيروز بيتعصب عليه بسبب انه مسح برنامج التنصت من على تليفون ميجا، فبيدافع صني عن نفسه وبيقول ان هو وافق على العمليه بسببه وانه ما كانش موافق من الاول، لكن فيروز بيكون خايف وقلقان وبيحاول صني انه يطمنه وبيقول ان منصور مش هيتخلى عنهم وانهم مش موجودين في الاخبار، فبيقول لفيروز انهم ما يعرفوش اذا كانت الحكومه عرفت هويتهم ولا لا. فبيفكر صني وبيقرر انه يروح لميجا ويعرف اذا كانت الشرطه اكتشفتهم. ولما بيروح صني بتساله ميجا عن اختفائه، فبيقول لها انه كان مسافر وانه تليفونه اتسرق، وبيبان على ميجا انها شاكه فيه، فبيطلب صني كوبايه ميه. وفي الوقت ده بيشوف اللابتوب بتاعها مفتوح على القضيه، وبعدها بيطلب صني من ميجا انها تخرج معاه، فبترفض وبتقول انها مشغوله وبتعرض عليه انهم يخرجوا تاني يوم، فبيوافق صني وبيسيبها وبيمشي. ولما بيخرج صني بيتصل جمال عليه واللي بيطمنه وبيقول انه هياخده المكان امن. وفي الوقت ده بتقابل سايره منصور وبتطلب منه انه يهرب بسبب ان الحكومه بتدور عليه، وبتقول له ان القياده مش هتقدر تحميه، فبيتراقب منصور وبيتصل على جمال وبيطلب منه انه يقتل صني وفيروز بسبب انهم عارفين كل حاجه عنهم، فبيوافق جمال. وبعدها بيروح جمال عشان ياخد صني وفيروز وبيكون معاهم جيتو الايد اليمين لمنصور، ولما بيشوفوا صني بيشك فيهم، وبعد ما بيوصلوا بيكتشف انهم عايزين يقتلوهم، فبيطلب صني من فيروز انه يمشي وانهم يقتلوه هو لوحده، لكن فيروز بيرفض وبيقول انه ما يقدرش يتخلى عنه. وفي الوقت ده بيوصل انيس ورجالته وبيرفعوا السلاح على رجاله منصور. نعرف ان صني وفيروز كانوا عارفين انه منصور عايز يقتلهم وعشان كده كلموا انيس يلحقهم، وبينجح صني وفيروز في انهم يهربوا منهم. وفي الطريق بيحاول صني انه يكلم ياسر لكنه مش بيرد عليه، فبيبعت له رساله وبيطلب منه انه ياخد جده ويهربوا لانه بيكون خايف عليهم من منصور. وبعدها بيرجع صني وفيروز البيت وبيقول لهم انيس انه هيهربهم، وبيطلب منهم انهم يفضلوا موجودين في الشقه لحد ما يرجع لهم، وبيسيب انيس مسدس مع صني لكن صني بيرفض ياخده، فبيسيبوا انيس في ايده وبيمشي. وفي الوقت ده بيكون مايكل مع الرسام وبيحاولوا انهم يتعرفوا على شكل صني لكنهم بيفشلوا، وبيقول الرسام لمايكل انهم حاطوا مواصفاته على جهاز وفي احتمال ان الجهاز يتعرف عليه. وبنرجع لصني وهو بيجهز شنطته عشان يسافر. في الوقت ده بيتصل ياسر عليه وبيبقى بيعيط، وبنعرف ان منصور حرق مقر المجله وجد صني فيه ومات، فبيتصدم صني اول ما بيسمع الخبر وبيساله فيروز على اللي حصل لكنه مش بيرد، وبياخد فيروز التليفون وبيكلم ياسر وبيعرف اللي حصل لجده. وبنروح لمايكل وهو بيودع ابنه بعد ما حكمت المحكمه بحضانه ريكا لابنهم، وبيبقى مايكل زعلان وبيوعد ابنه انه هيزوره على طول. وبعدها بيرجع انيس لصني وفيروز عشان يديهم اوراق السفر، لكن صني بيرفض انه يمشي وبيطلب من فيروز انه يمشي هو، فبيرفض فيروز وبيقول له انه هيفضل معاه، فبيطلب صني منه انه يستناه في محطه القطر وبيوعده انه هيروح له، فبيوافق فيروز وبيمشي مع انيس. وبعدها بياخد صني المسدس وبيروح المخزن بتاع منصور، وبيلاقي جمال قدامه اللي بيتصدم اول ما بيشوف صني، فبيحاول جمال انه يدافع عن نفسه، وفي اثناء ما هو بيتكلم بيضربوا صني بالنار وبيقتله. وبعدها بيدخل المخزن وبيقتل كل اللي فيه، وبيحاول واحد من رجاله منصور انه يقتل صني لكن صني بيقتله وبيفضل يطعن فيه. وبعدها بيشوف صني جيته وهو بيحاول يهرب، فبيضربوا صني بالنار في رجليه، وبعدها بيطلب منه انه يفتح الخزنه اللي فيها الفلوس، ولما بيفتح جيته الخزنه بيقتله صني. وفي الوقت ده بيتصل منصور على جيته وبيتصدم منصور لما بيلاقي ان صني هو اللي بيرد عليه، فبيفتح صني كاميرا تليفون وبيكون في ايده بنزين وبيرشها على الفلوس، فبيترعب منصور وبيعتذر لصني على اللي عمله في جده وبيترجاه ما يحرقش الفلوس، لكن صني ما بيردش عليه وبيولع في الفلوس ويقول انه هينتقم منه وهيقتله. وفي الوقت ده بيكون مايكل في بيته لوحده وبيكون محبط بسبب انه خسر كل حاجه، وبتبقى ميجا موجوده في المكتب وبتكون مستنيه الجهاز يتعرف على صني. وفي الوقت ده بيكون فيروز في المحطه بيستنى صني وبيتحرك القطر وبيبقى قلقان، لكن صني مش بيروح المحطه وبيركب فيروز القطر وبيمشي. وبعدها بيظهر صني وهو في المخزن وبينتهي المسلسل. الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.